انت عارف انت لو عملت كده النهارده هيحصل ايه؟ بيقول لك حسام حسن جاب ابراهيم حسن دلوقتي حالا وقال له كده بالحرف يا جماعه. بص يا ابراهيم، النهارده احنا عندنا ماتش قوي جدا مع انجولا، فانا هعمل اختبار للاعيبه البدلاء واللعيبه اللي ما لعبوش من اول البطوله وهديهم فرص النهارده علشان اشوفهم جاهزين ولا مش جاهزين. قال له طب انت هتعمل ايه؟ قال له انا مناوي النهارده في التشكيل اريح محمد صلاح وما لعبوش، وكمان اريح تريزيجيه وما لعبوش، وكمان اريح مروان عطيه وما لعبوش، وكمان اريح حمدي محمد حمدي وما لعبوش، وكمان يعني محمد علي مطرود كده كده يعني مش هيلعب كده كده مش هيلعب، وكمان اريح ياسر ابراهيم وما لعبوش، وكمان اريح محمد الشناوي وما لعبوش. قال له طب امال انت كده هتلعب بمين قدام انجولا؟ قال له بص، في حراسه المرمى انا ناوي العب النهارده بمصطفى شوبير. قال له حلو، وقدامهم اتنين مدافعين حسام عبد المجيد. قال له جميل، وجنبه رامي ربيعه. قال له حلو، على اليمين عوده ونجرب الولد اللي اسمه احمد عيد. قال له جميل. قال له على الشمال كمان ندي فرصه لاحمد فتوح من اول المباراه. قال له جميل جدا. قال له بقى في نص الملعب هنلعب بحمدي فتحي لوحده وفي طريقه اللعب ممكن نقلبه ليبرو ويرجع يغطي. قال له جميل جدا. قال له قدامه هلعب ناحيه اليمين زيزو وناحيه الشمال هيكون تالت عودة إمام عاشور. قال له جميل جدا جدا جدا. قال له بقى على اليمين هنرجع كمان مصطفى فتحي، أنا عايز ألعب النهارده بمصطفى فتحي. قال له كويس جدا جدا جدا. قال له على الشمال هيرجع تاني مكانه مرموش، وكمان قدامهم بقى نبدأ بقى نرجع مصطفى محمد علشان يعني يجيب فورمة ويكون عشان يعني يهدف في الماتشات اللي جايه. قال له كويس جدا جدا جدا. وهو ده تشكيل منتخب مصر النهارده يا جماعه. كل الناس تقول في الكومنتات حسام حسن عنده حق يلعب بالتشكيل ده ولا هنخسر لو لعبنا بالتشكيل ده؟